طريق المغرب إلى نصف النهائي أو إلى النهائي غير مفروش بالورود بصراحة، شوية صعب. المباراة القادمة أمام هولندا دور 32، إذا تفوز راح تلعب مع الفائز من جنوب أفريقيا وكندا أحد الدول المستضيفة. إذا فزت راح توصل إلى ما يسمى بدور الثمانية، راح تلتقي بمنه؟ راح تلتقي بالفائز من مباراة ألمانيا وباراغواي، راح يلعبون الفائز من السويد وفرنسا، ولنفرض أنه ألمانيا وفرنسا راح يلعبون، الفائز منهم راح تلعب وياه بدور الثمانية. وراها تنتقل إلى نصف النهائي اللي ممكن تواجه به إسبانيا أو البرتغال في نصف النهائي. العملية معقدة جدا بهاي الجهة. بالجهة الثانية شوية العملية أسهل، برازيل، الأرجنتين، فالعملية شوية أصعب على المغرب. منتخب المغرب حسب ما قال محمد وهبي يدور المصاعب ويدور التحديات، وإن شاء الله يكونون قدها. منتخب المصري تواجههم مواجهات مو بالصعبة جدا، يعني عندهم سويسرا، عندهم غانا، وممكن يلتقون بالأرجنتين في دور ال16 إذا ما فازوا في مباراتهم في دور 32. فالمنتخب المصري ما محتاج كثير جهد، والمغرب المهمة القادمة نركز عليها مباراة هولندا، وإن شاء الله تخلص على خير والفوز للمغرب وديما المغرب. وانت شهدوا بحق الله، المغرب اتظلمت ولا لا؟ شوف احنا المجموعة بتاعتنا عندنا البرازيل شرسة شوية، النرويج ماشي، اليابان برضو حلوة، المكسيك وبتاع وانجلترا برضو حلوة شرسة، الأرجنتين طبعا ده بطل العالم، عندنا استراليا، عندنا سويسرا، عندنا غانا، مش عارف ايه، كولومبيا، طبعا في منتخب مصر والجزائر، عندنا المنتخبات يعني حلوة، يعني ايه نعرف ناخد وندي معاها في الكلام، تجرحني واجرحك. ده هندخل بقى في مجموعة المغرب. والله العظيم، والله العظيم المغرب اتحطت حطة يعني ما تتمناش لعدوك. ألمانيا يلا اهو بطل عالم ده، اهو باراجواي بطل عالم ده، فرنسا بطل عالم ده، السويد يعني اهو شغالة، جنوب افريقيا شغالة، كندا شغالة، هولندا ولا التوحيد الهولندية، برتغال، يا لهوي، مغرب اسمه ده كريستيانو رونالدو. مين اللي بعده؟ كرواتيا كانت نهائي فاكرينها، اسبانيا بطل عالم، النمسا شغال، امريكا شفتوا مستوى امريكا الصراحه بتلعب، البوسنه يعني ها، بلجيكا شفتوا لما بتلعب مع مصر، والسنغال تاني السنغال. لا 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 لا، بصوا السنغال في مجموعه المغرب، انا اسف لا لا لا، في مؤامره كونيه دوليه ماسونيه عالميه مريخيه على المغرب. لا لا ايه المجموعه دي؟ اخوات المغرب والله العظيم انا كنت اتمنى اشيلكم من هنا واحطكم في المجموعه بتاعتنا، مجموعه كده حلوه كده ونقزقز لب مع بعض. لا 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 ربنا يستر، بس في الاخر احنا تخيلوا في الاخر الجزائر تتقابل مع مصر على الثالث والرابع، على قصدي يعني على الاول والثاني، وهنا المغرب مع فرنسا على الاول والثاني، فتكسب هنا المغرب، وطبعا هنا الجزائر مع مصر. وانا اسف يا جزائريين انا بحبكم، بس بلادي. اقلع بقى يا موحى تيشيرت المغرب، علشان خلاص المغرب هتخسر من هولندا، نفس اللي بيحصل ونفس اللي حصل في قطر لما المغرب كانت تقابل اسبانيا. هفضل ارتدي تيشيرت المغرب رغم انف الحاقدين، وبقول لكل الناس المغرب ان شاء الله هتفوز على هولندا، وان شاء الله يبقى اول منتخب عربي يمسك كاس العالم هو المغرب. انا عايزكم تشهروا الفيديو ده وتودوه لكل الناس، مهما هيحصل هنفضل المغرب فخر العرب وهنشجع المغرب. المغرب يا سادة دلوقتي في كاس العالم صاعدة ب7 نقاط، اول فريق عربي يصعد ب7 نقاط، كله صعد بشق الانفس، وكله استنى المباراة اللي ده يكسب ده عشان يصعد ده، والتعادل يخلي ده وده. لكن المغرب ما شاء الله، البرازيل اديتها تعادل، اسكتلندا كسبوهم، واخر مباراة كلكم شفتوها هايتي كسبوهم العلامة الكاملة. لولا الاهداف مع المغرب والبرازيل زمان المغرب اول المجموعة. هقولها قدام الجميع،
اي منتخب بيلعب المغرب بيخاف ولازم يخاف. كلكم شفتوا، ومش عايز اقول اسامي حد، ناس كانت واقفه على هدف وكان زمانها مودعه كاس العالم، وكلكم شايفين كله بيصعد بشق الانفس، لكن بتكرروا الغلط تاني، بتكرروا كاس العالم اللي في قطر تاني. كل ما المغرب تلعب البرتغال، اسبانيا، اي من انجلترا، اي من يكن، المغرب كده خلاص ودعت. المغرب موجوده في كاس العالم، المغرب هتفضل فخر كل العرب، وهي اللي بتدينا الحلم، وهم اللي بيرسموا الخط والكل بيمشي عليه. ابعتها له، هي كده كده رايحه له. هادو هما العدد ديال 32 منتخب اللي داز الدور 32 مونديال مزنون فيه. الا دزتي احسن ثالث احسن ما دوز احسن اولى ولا احسن ثانيه. الثلاثيه ديالنا ديال المنتخب الوطني تا هولندا، البرتغال، كرواتيا، الاسبان، الالمان، فرنسا، مروبله زيها سو مونديال مزنون. فراقي كيبغيو يدوزو احسن ثالثه باش يتلاقاو مع فراقي ساهلين، بما ان فراقي دايزين احسن الاولين والثانيين تلاقين مع فراقي صعاب. سيستم مخربق، ماتشات مخلربه. ما عطونا الراي ديالكم في الكوب ديال الموند لحد الان راه غيهبلني. النهارده في تصريح بيقول لك انا اتمنى رفع كأس العالم وانا قائد في المنتخب المغربي. ربنا ينولها لك يا اشرف يا حكيمي ان شاء الله بعون الله، وفي هذا المونديال ان شاء الله